يا اهلا وسهلا. طيب يا اخوان، احنا حاليا باحد الكامبات بالمانيا. مثل ما تشوفون هاي البنايات اللي ورايا اللي هي عباره عن كامبات مال لاجئين. صورت انا فيديو سابق بس ذاك كان من الخارج، ما دخلنا لي جوا. فحاليا احنا باحد هاي الكامبات بس من الداخل، اوكي، لي جوا. فمثل ما تشوفون هاي اللي ورايا البنايات هي عباره عن كامبات مقسمه. طبعا من تدخل لي جوا راح تلقى كل بنايه بيها عده غرف، وبالاضافه الى ذلك يعني تكون الصحيات مشتركه والمطابخ كذلك مشتركه. فراح نحاول هم ناخذ فره بهذا الكامب نفتر بيه ونشوف البنايات من الداخل شلون صاير شكلها. طبعا بسنه 2015 و2016 وقت الهجره، من صارت الهجره بشكل كلش كبير من تركيا لليونان، اوكي، بعد اوروبا، هذا الكامب كان مليان، اوكي، لاجئين ومهاجرين. اما حاليا مو هوايه بيه عالم، بس بذاك الفتره لا، كان هذا طبعا كامب كلش مشهور وهمات بيه يعني خلينا نقول بالعراقي يغص ويبلع من المهاجرين اللي موجودين بداخله. طبعا حتى تقدر تجيب سيارتك اذا عندك سياره الصفه هنا بهذا الكامب، لان اكو هوايه عالم ماخذه نظره انه الكامب هو عباره عن خلينا نقول سجن، انك تدخل بداخله وبعد خلاص تنسى ما تطلع من عنده، يعني كانما بيسور وعلي ابراج حمايه وحراسه وهذا الشيء. لا عادي، الكامب هو خلينا نقول فقط مكان اقامه موجود به. فهذا مثل هذا الكامب اللي موجودين به هو عباره عن مكان اقامه. يجوز قبل كان ثكنه عسكريه او هذا الشيء، بس بعدين من صارت شغله المهاجرين حولوه الى كامب يستقبلون به العالم. فهاي البنايات، شوف هاي البنايه مثلا بيها هاي الشبابيك، هي كل شباك عباره عن غرفه. فراح نفوت لهاي البنايه للداخل مالتها ونشوفها من الداخل شلون صايره. اوكي، هاي بنايه مثلا وهاي بنايه اخرى اللي موجوده. طبعا هذا كان بيه عده بنايات كبيره. طبعا هذا المدخل، الباب، خلينا نفوت لي جوا ونشوفه من الداخل. اوكي، هنا راح تلقى اغلب القطع وهاي الكتابه موجوده باللغه العربيه، لان اغلب اللي يجون هنا اكيد ما يعرفون لغه المانيه. فخلينا نفوت لي جوا. هذول شافونا هنا يريدون اسم القناه مالتي فخلي يعطيهم القناه. اما المكان اللي احنا بيه حاليا هو المطبخ. طبعا بالكامبات على الاغلب تكون المطابخ والحمامات هي مشتركه مو خاصه بيها، انت عندك فقط الغرفه مالتك هي خاصه بيك، وبعد المطابخ هنا تجيب مثلا غراضك وتجي تطبخ هنا، والحمامات كذلك. فالنظامها هنا الكامبات تقدر تقعد بيها مثلا الى ان يلقوا لك شقه او بيت بعدها يفرجوك وينقلوك الهن. تمام، واكو بيهم يبقون سنين على فكره، يبقون بهاي الكامبات، يبقى مثلا سنه سنتين يبقى هنا، ما يريد ينتقل، يقول خلاص اني اريد ابقى بيه. بس الامانه للعوائل يعني مو حيل تفيدهم، بس كشباب عادي، كشباب عادي يقول لك اظل بيها، اوكي. بس العوائل اغلبهم يطلعون من عندها. اوكي، خلينا نفوت هنا هذا القسم اللي هو مالة الغرف مالة العالم، بس نحاول نتكلم بصوت ناس حتى ما نزعج الناس اللي موجودين هنا. فهاي الغرف على يميننا وعلى يسارنا موجودات، يعني كل غرفة مرقمة 117 118 مثلا وموجودة بيها. هاي الغرفة اتذكر كان موجود بيها صاحبي هنا من العراق، هم كان ساكن بيها بس بعدين انتقل، يعني لقى شقة وانتقل الغير مكان. طبعا هاي الكامبات تلقى بيها الناس من كل مختلف الدول، تلقى العرب بما في ذلك العراقيين، السوريين، اليمنيين، المغاربه والافغان، الايرانيين هم موجودين هنا، اوروبا الشرقيين يعني يجون بهاي الاماكن. وصارت حاليا شلون تزدحم بسبب حرب اوكرانيا، وروسيا صاروا الاوكران يجون لهاي الكامبات ويودون الداخل. وهنا اللي هي الحمامات كذلك، مثل ما قلت لكم الحمامات تكون مشتركه. تمام، النظافه يعني مو كلش قويه النظافه، لان تعرف يعني جامعه هواي ناس اكل نظيف اكل قذر وهذا الشيء، فالنظافه مو كلش، بس يعني اكو خلينا نقول شركات تنظيف يجون هنا ينظفون الحمامات بشكل مستمر. هاي هنا اللي هي المغاسل مال الكامب هنا، وهنا اللي هي الحمامات التواليتات وهذا الشيء مقسمه مثل اللي موجوده بالمولات وهاي الاماكن العامه والمطارات. اوكي، فهذا فيما يخص الحمامات. مثل ما قلت لكم النظافه مو 10 من 10، لا، بس يعني هي انت فايت المكان يعني جامع كل البشر، فاكيد يعني من الطبيعي راح تلقى الحمامات مو كلش نظيفه. اما هذا الجو اللي فتنا له هو الكلر.
هنا موجوده مال الغسالات امات، يعني واحد يقدر يجيب ملابسه ويغسلهن بداخل الكلب. الغسالات الموجوده جوا، بس خلينا نفوت نيجي ونشوف. بس قاعد اشتم ريحه مال تايك وهذا الشيء منظفات مال ملابس. فاعتقد هنا فهي الكامبات يعني هاي مثل ما تشوفوها للامانه، يعني ما تصلح ان الواحد يستقر بيها. ما اعرف العالم شلون هنا يبقون اكو بيهم سنين. اوكي انا بقيت بالكامب اتذكر 3 اشهر وبعدها خلاص طلعت من عنده لما لقونا الشقه. بس اكو عالم هنا يقعدون يعني سنين مثل ما قلت لكم يبقون بيه، بس شلون يستحملون ما اعرف. فمهما يكون ما تقدر تبقى تاخذ راحتك بداخل الكلب مثل ما انت بشقه او بيت خاص بيك. فهاي هنا الغرفه اللي احنا بيها هي مالة الغسالات، مثل ما تشوفون حاطين هنا غسالات لحتى يجي الواحد هنا يغسل الملابس مالته وبعدها يطلع. وهنا حاطين مثل توتني شفته هذا المكان يعني ينشفون ملابسهم بيها. هاي الغرفه هاي هنا مال الملابس مال العالم يحطون ملابسهم هنا لحتى ينشفوهن. طبعا هنا بالكامبات كذلك راح تلقى موجوده ملاعب، سواء ملاعب مال كره قدم، ملاعب طائره، ملاعب كره سله. مثل هذا اللي موجودين بيه احنا حاليا هو مال كره سله، وهناك اللي هو ملعب مال كره قدم. خلينا نروح لو نشوفه شلون قاعد حلو لو لا. وهذا الملعب اللي احنا بيه هو مال كرة قدم. طبعا ملعب حلو مثل ما تشوفون شلون مزروع هذه الارضيه مالته والعوارض، وهاي موجوده حتى هنا اللي يجون اللاجئين وغيرها يلعبون بهذا الملعب يقضون وقتهم. فهذا اللي هي الكامبات اللي موجوده هنا، والكامبات تختلف يعني من مكان الى مكان اخر. اكو كامبات اكبر من هذا اللي احنا بيه، اكو كامبات النوب اصغر من هذا اللي احنا بيه. طيب حاليا كملنا تصوير من الداخل وراح نطلع من الكامب. فمثل ما تشوف عادي تفتر بيها بالسياره مالتك، يعني ما حد يمنعك. اوكي ماكو لا حرس ولا شيء. تلقى سكيورتي مرات موجودين، بس دول السكيورتي موجودين خلينا نقول فقط حتى خاف تصير مشاجره هنا، تصير عركه بين الناس بين اللاجئين او غير شيء المهاجرين يفاككوهم هاي الاموريات. فحاليا هذا الشارع منه راح نطلع على اليسار، منه ماكو حد، منه نطلع على الخارج. تمام. فمثل ما تشوفون هاي الكامبات اللي موجوده هنا يعني هو مو سجن، لان اعرف هوايه ناس ماخذه فكره الكامب هو عباره عن سجن. انا واحد من الناس من كنت بالعراق كنت اظن هذا الشيء، كنت اقول الكامب سجن ما يخلوك لا تروح ولا ترجع. لا اكو كامبات يسموها مغلقه. تمام. بس ذيك الشيء قليل والحالات خاصه يحطوها، اما هاي لا، هاي عادي تطلع وتجي. مثل ما تشوفون هذا مكتب الدخول هنا، طلعنا للشارع ما حد حكى ويانا ولا حد وقفنا.